السلام عليكم، مساء الخير. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وصحه جيده وفي احسن الاحوال. ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كالعاده الفيديو تاع اليوم متنوع، ننصحكم تكملوا معايا حتى للافان، اكيد راكم رايحين تستفادوا. بارطاجيت معكم روتين طويل من زوج ديار من داري، وكملتها في دار اختي. كانت لمه عائليه ما شاء الله، جمعتنا كامل في دارها، رحنا قعدنا عندها يومين. حبيت نبارطاجي معكم هذوك الاجواء، منها نبارطاجيهم في اليوتيوب، منها يقعدوا لي في لي سوفونير. وبالنسبه للتعليقات اللي قالوا لي ديري معنا اكل صحي، بارطاجي معنا واش راكي طيبي، حبيت نبارطاجي معكم واحد لي ديتاي بزاف بزاف ملاح راكو حين ترفدوا صحتكم بهم، بالنسبه اللي راهي حابه تسمن وبالنسبه اللي راهي حابه تشين. يعني نمط غذائي صحي ورائع 100%، وتاني في متناول الجميع. يعني كل حاجة عندها البديل تاعها. بارطاجيت معكم واحد المكملات الغذائية روعة، اللي يعاني من المشاكل تاع الانيمي، الفشلة، الدوخة، العيا، التعب، السمنة، النحافة. المهم بزاف بزاف امور. انا راكم تشوفوا هادو مقتطفات كامل من الفيديو تاع اليوم. وبالنسبه للحكايه اللي دومونديتوها مني في هذاك الفيديو اللي حكيت لكم فيه، الحكايه تاع بنت القاع والباع والخلخال المربع والخاتم في الصبح كيطيح يقربع، بنت الشن والمرشان في الباس هيظهر البرهان. المهم هذاك المثل الطويل، هذاك الشباب. كي بارطاجيت معكم الحكايه تاع هذا المثل، كاين اللي قالوا لي بارطاجي معنا الحكايات هذوما باسكو عجبونا بالبزاف. وحده قالت لي بارطاجي معنا الحكايه تاع لاله المعكره. يبان في لافان تاع هذا الفيديو مع هذوك الاجواء العائليه اللي كانوا في دار اختي، انا حنبارطاجي معكم هذيك الحكايه الشابه تاع لاله المعكره، وتعرفوا علاش واسمها المعكره. وهادو حكايات حقيقيه صراو في القصبه زمان زمان، يعني عندهم بزاف. مي قعدوا هكاك كيما نقولوا، الناس تحكيهم، قعدوا هكذايا حكايات باش الناس تاني تاخذ العبره وتعرف واش كان صاري في هذوك الديار تاع القصبه. المهم في لافان تاع لا فيديو قلت لكم نحكي لكم الحكايه تاع لاله المعكره، على بالي بلي كاين بزاف اللي يعرفوها، مي حبيت نحكيها لكم انايا على طريقتي. وهنايا جيت نبارطاجي معاكم فطوري. بون الميزانيه كانت شويه، يعني كانوا خاصين عفايس هكذا، مي حبيت ندير فطور صحي. كيما تعرفوا السخانه وما نقدروش يعني ناكلوا كونتيتي كبيره، ولا كرهنا من القليان هذا كيدور على القلب وكامل. نبريفيريو نديرو غير الاكل صحي. هنا هاد المكملات الغذائيه اللي راكم تشوفوا فيهم هادوما صحيين 100%. ننصحكم كامل تشروهم باسكو اكيد راكم رايحين ترفدوا صحتكم بهم. هادوما يعني شريتهم ديجا وبارطاجيتهم معاكم ديجا. تقدروا ديرهم في الياغورت، تقدروا كي طيبوا الكيك ولا غاطو ولا ديروهم تاني. تنقصوا من الكونتيتي تاع لا فارين وديروهم هادوما تاني. وتقدروا ديروهم على الطريقه اللي نديروا بهم الروينه. وانا دوك نوريكم الطريقه ديالي كيفاش درتهم. هادوما قلت لكم من الناس اللي تعاني من فقر الدم، والناس اللي يعني صحتها هكذا قليله، ما عندهاش المناعه. مالغيتو كاين ناس يقولك حنا ناكلو نضلو ناكلو مي بصح صحتنا ماناش نقدروا نرفدوها. والسبب راكو تاكلوا في اكل غير صحي، مستحيل ترفدوا صحتكم. لازم كي تاكلوا ما تكتروش، بيان سور لازم تاكلوا في المعقول كيما نقولوا. قال انايا عندي في الفطور طبسي تاع شلاضه، وعندي هكذايا زوج حبات ولا ثلاثه حبات بيض مقليين. هذاك واش ناكل، ما نشبعش ما نزيدش، باسكو انا عطيت للجسم تاعي الحق ديالو. هذا واش يسحق ما نزيدلوش، فهمتوني؟ يعني لازم تتحكموا في الكميه، ما تظلموش يعني نفوسكم وصحتكم وجسمكم، مي بصح ما ديباسيوش الكميه اللازمه. ما تشبعوش ما تزيدوش تاكلوا، ماشي شرط تشبعوا، المهم تمدوا الجسم تاعكم الحق ديالو، وتمدوا له الفيتامينات اللي يسحقها، الخضره، البروتين، الكربوهيدرات، السوائل. هادو هما الصح. لي فخوي تاني بوركوا با، مكملات غذائيه تاني مليحه، سا ديبون كل وحده والجسم تاعها. بون انني نهضر في هذا الموضوع على الطلب تاعكم في لي كومونتير، كيما بارطاجيت معكم في الفيديو اللي فات. كيما شتوني رحت هكذاك لا سال دو سبور ومنا وشتو واش طيبتو كامل، دومونديتو قلتوا لي، يعني ماشي كامل، كاين اللي قالوا لي بارطاجي معنا دائما الاكل الصحي، وانا امبوسيبل نقدر نبخل عليكم.
هاد القناه يعني هي قناتكم كيما هي قناتي بيان سور. القناه تاعكم نتوما تاني لازم تستفادوا، لازم تخرجوا بحاجه تستفادوا منها. هنايا كيما كنتوا تشوفوا درت هاد لي بات هادوما اغروديف، هادوما صحيين. راكو شفتوا لومبالاج تاعهم، لو بري تاعهم كيما اللي ماشي صحيين، برك يزيدوا عليهم واحد 20 دينار ولا ماشي حاجه كبيره، يعني 2000 فرنك ولا 1000 فرنك. جو بريفير نزيدها ونشري يعني اكل صحي. كانت عندي غير حبه بيض، هي نورمالمون ندير زوج ولا ثلاثه ولا اربعه، مي انا درت غير هذيك الحبه بس كانت عندي غير حبه. وهذا يعني غذاء عائلي كان ليا ولبناتي بين زوج، فهمتوا؟ نورمالمون نكثر البيض باسكو البيض معمر بالبروتين. المهم بعد نعاودو نولوا للوصفه هذيك. انا جيت باش ندير معاكم هاد الوصفه مليحه نقولوا المشاكل الصحيه باغ اكزومبل لاختروز، يعني الوقايه من لاختروز ماشي الداوي ها، فهمتوا؟ الوقايه من لاختروز، الوقايه من لانيمي، الوقايه من بزاف امراض، باش نحميو الجسم تاعنا ويكون دائما رشيق ويكون شباب، ودائما نحوسوا نبنوا، مش نبنوا عضله يعني ماشي نكونوا دهون. اما لا نختاروا الاكل الصحي تاعنا وما نعزو والو في نفوسنا، اوليو نروحو نمدو دراهمنا للطبيب نمدوهم هكذايا لصحتنا. هنا هذا اللي راكو تشوفوا فيه العسل هذايا ولا المعجون هذا تاع البذور الاكبي، هذا اختياريه ماشي شرط يكون عندكم ولا ديروا. انا كوم على الكو ديالو بزاف بنين اللي درتو حبيت نعوضو بالعسل ولا باسكو ما كانش عندي العسل. عندي الطحينه هنا تاني، شوفوا درت مغرفه تاع زبده الفول السوداني اللي هي زبده الكاوكاو، درت مغرفه تاع العسل هذاك تاع بذور الاكبي اللي هو اختياري وتقدروا تعوضوه بالعسل ولا ما ديروش كامل، لا عسل لا والو. ودرت تاني الطحينه راكو شفتوها معايا هذيك تاع الروضه، قال لك صحيه. الطحينه هي عباره على جلجلان مرحي، فهمتوا؟ سمسم مرحي كيما يقولوا. هاد لي زانغريديون كيما كتشوفوا كامل صحيين. الطحينه فيها البنه تاع حلوه الترك وفيها شويه حلاوه، وهذيك زبده الفول السوداني فيها البنه تاع الكاوكاو تاني وبنينه. ودرت هادوك المكملات الغذائيه كيما شفتوا. فيهم الخرب مطحون، كاين اللي فيهم الشعير، كاين كيما راكم تشوفوا درت فوقهم هذاك المسحوق، هذاك المكمل الغذائي لايمتو هكذايا كيما رمينا ولا كيما هنايا. التزيين اختياري كيما تحبوا. انا كان عندي شويه بيستاش شريته هكذايا بالميزان درتهم الفوقه، ودرت فوق شويه تاع الجلجلان. انا الجلجلان شوفوا نحمصو ونفرغوا هكذا في بلاره تاع الزجاج، ندير لهم لتحت البابي باش ما يتنداش وما ما يباسيش ما يفسدليش، ونحطو في الفريجيدير. كي ندير جوج بانان هكايا نرحيه مع البنان والحليب مليح بزاف للناس اللي عندهم لاختروز، يقول لك معمر بالكالسيوم يداوي لاختروز تاني. ويعني الناس اللي مازال ما عندهاش لاختروز الوقايه يعني خير من العلاج. هذه هي، شوفوا كيفاش جات بنينه بالبزاف. غطيوها بالبابي فيلم وكلوا منها نقولوا 3 مغارف الصباح هكذايا مور القهوه تاع الصباح والفطور الصباحي، و3 مغارف هكذايا مور العشاء تاعكم، وتشوفوا النتيجة بإذن الله. وبلا ما نقول لكم أي تفسير ولا أي سؤال ولا أي عفسة ما تتردوش، خلوا لي دي كومنتير وانا راني ندير لهم لي كابتور، وكل خطرة نسي نريبوندي على 2 ولا 3 ولا حتى 4 لي كومنتير ديالكم، فهمتوا؟ وهنايا هذاك المقارون هذاك الصحي اللي مخدوم بالقمح الكامل، ضفت عليه نص حبه فلفل خضره بيان سور ماشي طيبه ولا قطعتها رقيقه، ضفت عليه نص حبه بصل، بواطه تاع طون على طوماط اختياري، تحبوا طوماط ولا تحبوا هذاك اللي بالماء. ضفت لها تاني هذيك الحبه تاع البيض اذا كان عندكم بيض بزياده دو بريفيرونس. وهنايا عندي هاد الفخوماج تاع الثوم، هذا يعني في متناول الجميع، الزوالي واللي ماشي زوالي تقدروا تشروه كامل وما تعزوش في صحتكم. ماشي شرط تاكلوا كل يوم اللحم ولا الدجاج ولا هكذايا، بمكونات بسيطه، الخضره
البيض هادو دي بات قلت لكم صحيين تاع القمح الكامل، وانتوما تاكلوا وضميركم مهني، راكو تاكلوا راكو فرحانين باسكو كليتو اكل صحي. ما تخافوا يخرج لكم الجناب، ما تخافوا تخرج لكم الدواره، ما تخافوا يسمانوا رجليكم، ما حتى حاجه. فهمتوا؟ وبالنسبه للناس اللي راهي حابه تسمن، كي تاكل هكا الدوبلي في الكونتيتي، سمعتوا؟ والناس اللي ما راهيش حابه تسمن تاكل نقولوا دير هكذايا طبسي يكفيها. وثاني بالنسبه للناس اللي راهم حابين يشيانوا، ننصحكم بالصيام المتقطع، تاخذوا ان غوبا في النهار يكون كامل ومتكامل، وتاخذوا تاني ان سناك تاني يكون صحي، وتاخذ يعني تشربوا قهوه كحله نورمال سون سكر، تشربوا لاتاي تاني سون سكر، دي تيزان، تنقصوا لا كريم، تنقصوا من جميع حاجه يعني على بالكم باللي تسبب السمنه. على كل حال كل حاجة يلزم نتعاملوا معاها بالضمير الحي. فهمتوا؟ والناس اللي راهي حابه تسمن تاخذ كامل لي غوبا تاعها عادي، وباش تبازي على الاكل الصحي والبروتين باش تسمن بطريقه صحيه. اوليو لي تسماني بالدهون والشحم كامل، دو بريفيرونس تسماني في العضلات باش تلقاي صحتك والجسم تاعك يكون رشيق وبزاف شباب اللي تتمناه اي امراه. باغ اكزومبل الصباح دير بان دومي هكذا مع زبده الفول السوداني مع كاس حليب، وتزيد تشرب قهوه كحله تاعها. في الفطور دير هكذايا ان غوبا تاني فيه البروتينات والكربوهيدرات. باغ طيب اذا كان عندها لحم ولا دجاج ولا سكالوب ولا حوت ولا ما عندهاش كامل يعني اضعف الايمن، دير البيض ولا دير لوبيا ولا دير عدس ولا دير حبوب، المهم هذو كامل بروتينات. تاني الكربوهيدرات، حبه بطاطا تغليها وديرها شلاضه ولا ديرها بيغي ولا روز ولا، فهمتوا؟ وتاني ما تنساش لي سالاد هادوما، حبه خيار تقطعها، شويه شلاضه لا ليتي ولا. المهم هاد القائمه طويله وعريضه، وكل خطره نهضروا في هذا السوجي. وهنايا راني نبارطاجي معكم مقتطفات من دار اختي ليمتنا قعدنا عندها 2 جوغ. المهم بارطاج معكم برك بعض المقتطفات ماشي كامل لي ديتاي، منها كيما قلت لكم دخلتها في الروتين، ومنها باش يقعدونا هكا في اليوتيوب دائما يقعدوا هاد لي سوفونير. وبالنسبه للحكايه تاع لاله المعكره يا لاله مولاتي، اروحوا نحكي لكم الحكايه. قال لك كان واحد نهار كانوا 2 خواتات كانوا يسكنوا في الديار تاع القصابه، هذوك الدبيرات تاع بكريك وشايفينهم كيفاش جايين. قال لك هاد 2 خواتات ما كانوش يعني عندهم ماليهم، يماهم وباباهم ميتين عايشين وحدهم في هذوك الدبيرات تاع القصبه. قلت لكم كانوا 2 خواتات، وحده انسانه متحجبه ويعني انسانه تصلي شاده في صلاتها وشاده في الستره ديالها، وانسانه يعني ما تجيب لبلا روحها ما والو، غالقه عليها على دارها، تخدم خدمتها وتدخل لدارها طيب طيابها وراهي في دارها ما تمكيي ما والو. بون بكري ما كانش كاين المكياج، مي كانوا عندهم وسائل بحد اخرين، فهمتوا؟ تاع التزيين. وخوتها الدوزيام كانوا يعيطوا لها لاله المعكره. علاش يعيطوا لها لاله المعكره؟ بكري المراه اللي نقولوا تزين الوجه تاعها يقولوا لها معكره، باسكو بكري كان كاين يعني هذاك الغوجا لافغ تاع وقتهم، فهمتوا؟ هذاك يقولوا له العكري، غوجا لافغ تاعهم تاع بكري يقولوا له العكري، وعيب يعني المراه تخرج به. مي هذه كانت نقولوا دير العكري وتخرج بها. عكري جاي من كلمه حاجه عكريه، حاجه حمراء، الحماير كيما بعد من العكري ولا الحماير، فهمتوا؟ قلت لكم كانت تماكيي هكاك تزين يعني نفسها بالحولي تاعهم ودير الحنه وتكحل عينيها وهذوك الحواجب. شتو بكري كيفاش كانوا يديروهم وكامل، يعني هذه في الوقت تاع الجاهليه وكانت المراه تتزين، فهمتوني؟ المهم انا ما على باليش انا نحكي الحكايه كيما سمعتها من عند بزاف ناس، وميمتي باينه هي اللي حكاتها لنا، يعني نحكي حكايتها هي. قلت لكم كانت هكا تتزين وكامل وتخرج وتاني تخدم ومع باليش وشنو. المهم هما المرا كي يشوفوها دير هكذاك وما تكونش متحجبه اكو عارفين واش يهضروا عليها، يعني احنا عندنا في العادات والتقاليد واش يهضروا على المراه اللي هكا. بون كانوا هكذا 2 خواتات، وحده عقليه والاخرى عقليه. واحد الخطره كانوا في ديارهم بين زوج، ووحده فيهم كانت تطيب واحد الطاجين.
قال لك هذاك الطاجين الريحه ديالو تعبق كامل هذوك الدويرات تاع القصبه، يشهي. هذيك اللي كانت متقيه ربي وتحجب هي اللي كانت تطيب في هذاك الطاجين. هذيك كانت عندهم جاره كانت تتوحم، كانت بالحمل وكانت توحم، كانت رايحه وجايه ليهم تشم في الريحه هذيك وقلبها كي يدير حبه شغل انديريكتومون تمعني لهم باش يسقيو لها يعطيو لها تاكل من هذيك الماكله باسكو تشهاتها ما قدرتش تقاوم. قاعده رايحه وجايه خطره دير السبه تقول لهم سلفوا لي يعطوني شويه ملحيله عندكم، من بعد تروح زيد تعاود تولي تقول لهم سلفوا لي السيار. ومن بعد المهم هذيك ما فهمتش روحها، هذيك الاخت اللي كانت اختينا ومتقيه ربي وتصلي ما فهمتش روحها باش تعطي لها شويه من هذاك الطاجين اللي كان يطيب. مي الاخرى هذيك لاله المعكره فاقت بلي المراه راهي تروح وتجي على جل الريحه تاع الطاجين وشهاتها، وعرفت بلي جارتها راهي تتوحم. راحت لخوتها قالت لها يا اختي اذا تقدري تسقي لها المراه راهي رايحه جايه شهاتها الريحه. قالت لها كيفاش هذا انا نسقي لها وانا كيما قال لك مصباح انا نتعب على هذا الطاجين جيت انت تقولي لي سقي لها. قالت يا سيدي اختي يا سيدي يا اختي اعطيه لها الطاجين كيما راهو، اعطيني نديه لها ولا كيما راهو، وانايا داري نص هذا تاع بوم وحده دايره نص دايه نص تاع الدار والاخرى دايه نص. قالت لها النص تاعي نكتبه لك كامل باسمك. قالت لها برك انتي اعطي لها اعطي هذاك الطاجين اللي راهو يدي ويجيب فيها اللي الريحه هبلتها. والمراه كي تكون على بالكم بالحمل وكي تكون تتوحم صافي دير عباكم دير افعال لا اراديه. كل وحده فينا عندها حكايه. انا وحده كي كنت نتوحم نشفى الصابون وكنت نحب ناكله، نحكم طرف الصابون هكا نبدا نعض فيه لوط كولون نحب نشربها يعني صراو لي واحد العفايس بيزار فهمتوني. المهم شوفوا نقول لكم حاجه، هذه الحكايه نكملوها في الفيديو الجاي باسكو الفيديو راه رايح يخلص ما بقاش يعني ويخلص الفيديو تاع نهار اليوم نحبسوه هنايا. وقولوا لي واذا عجبتكم واذا عجبتكم قولوا لي يتبع ان شاء الله باذن الله يتبع في الفيديو الجاي نكمل لكم ليستواغ ومازالوا تاني حكايات بزاف شابين كيما حكايه تاع خداوج العمياء. المهم شوفوا الحكايات هذوما تاع زمان ملاح تحكوهم لولادكم ملاح نقولوها. وهنا تاني تفكرت حاجه بون بالنسبه للحكايه هذه تاع المعكره قلنا نكملوها للفيديو في الفيديو الجاي ان شاء الله. ودوكا تفكرت تاني حاجه وحده قالت لي في لي كومونتير من فضلك قولي لنا كيفاش تتعاملي مع بناتك. سمعتوا المهم شوفوا انايا هذا سوجي بزاف يعني طويل ماشي هكا غير في فيديو. ان شاء الله في الفيديوهات الجايه نبارطاجي معكم كيفاش تعاملوا مع بناتكم. بون انايا لا ديفيرونس داج بيناتنا يعني ماشي بزاف كبيره، انا اصلا تزوجت صغيره بزاف وجبت دراري صغيره وكبرتهم وكبروا معايا فهمتوني. صافي دير المعامله سا ديبون مي هكذاك توجور دايرين في بالهم بلي انا صح يماهم ومنين داك ينساو بلي انا يماهم يديروا في بالهم بلي انا اختهم الكبيره ماشي يماهم. وزيد دي فوا حتى حوايجي هكا ويتلابسوا معايا دي فوا كي يكونوا هكا في وقت فارغ ولا نلعب معاهم كيما هذيك الكارطه هذيك تاع اونو نلعبها معاهم دي جو هكذايا العاب اجتماعيه يقولوا لهم لي جو سوسيو كيما الشطرنج كيما الكارطه كيف نلعبهم معاهم نقصروا نضحكوا مي ما نخليهمش يديباسيو لي ليميت معايا يحكيوا لي على مشاكلهم على واش طرا لهم على صحاباتهم على كل حاجه ما يخبوها عليا. وانا ديفوا نعرف عفايس بلا هما ما يحكوهم لي انا نعرف عفايس عليهم باسكو قريتهم تاع الصح. مي ما نروحش نواجههم ونقول لهم اكتشف فيكم هادي ولا درتوا هادي ولا بالعكس نولي دائما يعني نعطيهم مواعظ ولا هكا دروس في هذاك السوجي يعني انديريكتومون نهضر لهم على هذوك لي سوجي باش اذا كانوا غالطين ولا يسقموا رواحتهم. وتاني باغ اكزومبل ديرنييرمون اكتشفت حاجه في بنتي باللي تكتب الروايات كانت تكتبهم بصمت حتى ولات هكا ساعه ساعه تجي تقرا لي روايه عليا انا على الكا ديالي مع وليدي كي راح للغربه كيفاش عشت هذوك الوقت واش كان صاري فيا كامل راحت كتبتهم في روايه وجات قراتها لي بالحقيقه بكاتني. مي بصح اكتشفت بلي بنتي راهي تكتب روايات وهنايا راهي تهدر لي راهي تعبر لي على نفسها عليها هي.
عن زاوية في العالم تشبه قلبها. هي تكتب وتفكر وتتخيل، تترك أثرا. إنها تفهم الآخرين أكثر مما يتوقع منهم، تراعي المشاعر بصمت، وتحاول أن تكون بخير كي لا تقلق أحدا حتى لو كانت تتألم من الداخل. ابنتك يا سيدتي 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 تملك روحا لو رآها الناس جيدا لأحبوها قبل أن تتكلم. فقط امنحها مساحة ثقة ودفئا، وسترين كيف تظهر على طريقها بهدوء يليق بها. ببساطة، ربما شعور داخلي بأنك لا تريدين خيبة أخرى. 4. الاندفاع العاطفي أحيانا. ما قالت واحد لا أنا قلت واحد وقلت زوج، 3 ما قلتهاش. قال لك حين تعجبين بفكرة أو شخص أو احتمال تذهبين معي. المهم كانوا هادو اجواء عائليه ممتعه بارطاجيتها معاكم باش نبدلوا في المحتوى. اكيد ان شاء الله ربي يهنينا، يعطينا الهنا والغنى وراحه البال. وليكم نتوما تاني الله يهنيكم ويغنيكم ويعطيكم راحه البال والصحه، هذاك هو الصح. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في قناتي كيما راني متهليه فيكم بالفيديوهات هادوما. خلوا لي لي جام، خلوا لي لي كومونتير، والناس اللي راهي تشوف لي في لا فيديو تاعي تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو كامل في روحتكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. دمتم في امان الله وحفظه. سلام.